مصير كوادر العمال الكردستاني وصراع السلطة في روجافا كردستان. في روجافا كردستان سوريا، انتهى الصراع الذي بدأ عام 2011 تزامنا مع الربيع العربي في 29 شباط عام 26 بإبرام اتفاقية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية قسد. ومع اتفاقية 29 شباط تم تسليم جميع الثروات والموارد الباطنية والسطحية والهياكل الإدارية والعسكرية وجميع المؤسسات الرسمية في روجافا كردستان إلى النظام. الشيء الوحيد الذي لم يتم تسليمه وسلطة الكوادر التي خلفها حزب العمال الكردستاني بكك هناك. مع بداية الربيع العربي واجه بكك كوادره الذين جمعهم التنظيم لسنوات في قنديل مخيم مخمور ومناطق أخرى في إقليم كردستان صوب روجافا. استحوذ هؤلاء الكوادر على جميع مؤسسات روجافا مثل قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي بياتا وحركة المجتمع الديمقراطي تفدم، بالإضافة إلى المؤسسات غير الرسمية كالهيئات المالية والاستخباراتية. وأصبح هؤلاء الكوادر الذين عرضوا كواجهة شعبية شكلية فقط هم السلطة الحقيقية والجهة الوحيدة صاحبة القرار والتنفيذ. الأسماء الشعبية البارزة كمظلوم عبدي، شاهين جيلو، إلهام أحمد، روناه عفرين، فوزي يوسف، زاخو زاكروس، آسيا عبد الله، ديلان دير، سيبان حمو، درويش عفرين، حسن كوچر، ألدار خليل، رجهلات عفرين، أمين أوسي، مزجين دير، نوروز أحمد، حسن محمد علي، زهاد كوباني، هدية يوسف، شارفين ديرك، باروين يوسف، وبدران جياكورت ما هم إلا جزء من هؤلاء الكوادر. ودون هؤلاء تم بناء نظام يمتد حتى مستويات التنظيم الفردي وفي الأحياء، وكان يدار من قبل الكوادر. الفيلات الفاخرة والمضيافات وغيرها من العقارات من تركة نظام الأسد. بنى هؤلاء لأنفسهم حياة باذخة مترفة مستقلة ومعزولة بعيدا عن أنظار عامة الشعب. وتزامنا مع اتفاقية 29 شباط انهار هذا النظام الذي كان يعول ويستند إلى سلطة الكوادر. الشعب الذي كان يخوف ويرهب في السابق بقطع الأرزاق والطرد من المؤسسات وبقوة سلاح بات الآن ينتقد الكوادر ويرفض وجودهم ولا يرغب فيهم. المقاتلون الشباب في قوات قسد ينشقون عنها ويعودون لعوائلهم. الأشخاص الذين كانوا يخدمون في المؤسسات ينفصلون عنها بذرائع شتى ويغادرونها. لم تعد حركة الأموال كالسابق، وبدأت مظاهر حياة الترف والأموال والسائقين والسيارات والأسفار الخارجية والميزانيات الضخمة الخاصة تتلاشى وتزول تدريجيا. في روجافا تم تسليم كل شيء سوى السلطة، فكوادر الحزب لا يرغبون في تسليم سلطتهم ونفوذهم. وبات الكوادر يسجلون المنازل، البيوت والأراضي والسيارات التي تم الاستحواذ عليها خلال الأعوام 15 الماضية بأسمائهم. وهناك صراع محتدم حول تسجيل سندات الملكية الطاب باسم من. كذلك بعد أن تولى سيبان حمو منصب معاون وزير الدفاع السوري بات هناك صراع محتدم وخاصة بين الكوادر الذكور القدامى حول من سيتولى ويشغل المناصب الرسمية. في الجانب الآخر يدرك الكوادر أنهم إذا فقدوا سلطتهم ونفوذهم على الشعب بشكل كامل فلن يتمكنوا من حماية أنفسهم حتى على الصعيد الشخصي. لذلك يسعون إلى تجديد وتثبيت دعائم سلطتهم على الشعب من جديد. من أجل هذا يهددون الشعب من جهة، ومن جهة أخرى وفي سبيل كسب الجماهير وضمان ولائهم يطلقون وعودا سنعمل على تعيينكم كموظفين رسميين وما شابه ذلك في لقاءاتهم مع دمشق. ومن أجل إبقاء الحاضنة الجماهيرية حية ما زالوا منشغلين بتزييف الحقائق وتحريف الأجندات، وعندما كان السلاح في أيديهم لم يفعلوا شيئا، لكنهم الآن يقولون للشعب ناضل من أجل الحقوق الكردية مثل اللغة، الكوتا، وكذلك وحدات حماية المرايا باجا وما إلى ذلك. فمن جهة لا يخوضون معترك الانتخابات ويعلنون المجلس الوطني الكردي أنكسة عدوا لمجرد مشاركته في الانتخابات، بينما من جهة أخرى ينظمون فعاليات وأنشطة من أجل أن يصبحوا موظفين وجحوشا للدولة. الأخطاء التي ارتكبت طيلة 15 عاما في روجافا حكمت على الكرد بالخضوع لاتفاقية 29 شباط، والمسؤول الوحيد عن هذا الأمر وبكك وكوادره في روجافا. ورغم هذه الهزيمة النكراء التي ألحقوها بالكرد لم يتنحى ولو كادر واحد من بكك عن منصبه، ولم ينتقد كادر واحد ذاته، بل ما زالوا يحاولون تزييف الحقائق والأجندات وكأنهم حققوا نصرا عظيما.
فمثلما تسبب سلطة الكوادر في روجافا بالخسارة والضياع طوال مسيرة ال15 أعواما الماضية، فإن استمرارها على هذا المنوال من الآن فصاعدا لن يؤدي سوى إلى مزيد من الخسارة والضياع.